السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ ايه رايكم؟ بصوا، حاجه جميله جدا 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 جدا، خطيره. ده شامبو كركديه. بصوا التقل بتاعه، شايفه التقل؟ بصوا فيه بابلز كده عماله تظهر، كل ما اقلب كده تطلع. بصوا جميل قوي 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 قوي، تحفه، خطير خطير بمعنى الكلمه. حاطين فيه مكونات حلوه جدا. اهم حاجه والمكون الاساسي بتاعنا اللي هو الكركديه. ما تقلقيش، مش هيبقع الهدوم. اولا الكركديه دوت عشان القشره، بينقي الشعر، بيطور الشعر، بيخلي الشعر ما يقصفش، بيخلي الشعر يطول. عشان مادة المينالين اللي في الشعر، اللي هي مادة الصبغة، اللي يعني المادة المتحكمة في لون الشعر، الصبغة بتاعة الشعر. فوائده كتير جدا جدا جدا. يعني لما هتستخدميه ان شاء الله هتلاقي شعرك لو بيتساقط او مقصف او ما بيطولش، هتشوفي النتيجة معانا. حاطين فيه حاجات حلوة جدا 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 عشان تخليه معانا حكاية. بصوا، انا بس عايزة اجرب لكم الرغوة بتاعته، وكمان اوريكي ان هو امن، ما تقلقيش منه. بصوا انا خدت شويه صغيرين. بصي كده على هدومي وانا مش قلقانه منه خالص. بصوا الرغوه، وانا مش قلقانه منه خالص عشان هو مش هيبقع الهدوم، ما تقلقيش. بصوا، انت متخيله عامل ازاي؟ ناعم جدا على الايد بسبب الفيتامين والعسل. طب عايزين نعرف بقى الجمال الحلو دوت اللي احنا عملناه ازاي؟ هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. وإن شاء الله هنعمل النهاردة شامبو كده عظمة بالكركديه. طبعا عارفين كلنا فوائد الكركديه للقشرة والإنبات الشعر وتساقط الشعر، ومادة المينالين اللي هي مسؤولة عن الصبغة بتاعة الشعر. يعني بصوا، حدث ولا حرج. معانا هنا ايه؟ انا معايا 150 جرام تكسبون جل. هحط عليه معلقه ملح الطعام. ليه؟ عشان يبقى سهل معايا ان هو يفك. وزي ما اتفقنا وزي ما عمالين بنقول ونعيد، اهم حاجه في اي حاجه في صناعه الصابون التقليب المستمر. انا عايزاه كده يبقى عامل معايا فوم كده شويه. بصي هنطلع الشامبو ده. انا مش فارق معايا النهارده او في الوصفه ديت الكميه. يعني انا مش فارق معايا ان انا اعمل 3 5 6 كيلو، لا، انا ممكن اعمل كيلو واحد او اقل، بس الفعاليه بتاعته حلوه جدا جدا جدا. بصوا حبايبي، معايا 50 جرام كمبلان. اهم حاجه بقى بعد اذن حضراتكم، احنا شغالين بالميزان، فانا عايزه كل حاجه موجوده معايا تنزل، يعني بالاسباتيولا كده ننزل كل حاجه ونبتدي نقلب. الكمبلان دوت بيساعد على التقل معايا، السماكه بتاعه الشامبو بتاعي مع التكسبون فيدينا تقل حلو. ومعايا 50 جرام بيبي فور، ده برضو هيساعد معانا للرغوه. انا عايزه بقى ادمج الكلام ده كله مع بعضه. بصوا حل معانا ازاي. بصوا حبايبي، نقلب كويس جدا. وانا بقلب دي معلقه ملح ليمون او 20 جرام. هدوبهم بايه عشان اما اجي انزل البي اتش يكون الملح بتاعي دايب في نص كوبايه من ميه الكركديه اللي احنا هنستخدمها. يعني انا ما جبتش حاجه تانية، هي ميه الكركديه بتاعتنا هندوب فيها ملح الليمون. خلاص، وهنسيبه شويه كده عشان يدوب معانا. خلاص، انا مع التقليب الكلام كله بقى معايا حلو جدا مظبوط ما شاء الله عليه. المفروض ان انا انزل ب 25 جرام ماء بلسم، بس للاسف الخامات كانت في ازازه ازاز، وقعت اتكسرت، هنوقف الوصفه لا.
معايا شامبو الاطفال، هنزل بمعلقتين كبار. ليه اخترت شامبو الاطفال؟ عشان هيديني نتيجه حلوه. شامبو الاطفال بيبقى فيه مواد اللي هي بتاعه التشابك، وفيه بلسم، وفيه كل حاجه، فهيديني ان شاء الله نتيجه حلوه جدا جدا. هبتدي بقى انزل كده واحده واحده. انا معايا هنا لتر ونص، مش هنزل بيهم كلهم. بصوا هنزل معايا بلتر بس. بصوا اللون بتاعي بقى عامل ازاي كده. البي اتش بتاعي عالي. احنا الشامبو بتاعنا البي اتش المفروض يكون على 5، بدل ان هو بقى عالي معايا كده. هقوم حاطه دلوقتي معلقه ملح الليمون، وهبتدي ادوب. هتلاقي اللون بتاعنا ابتدى يظبط معانا. اهم حاجه التقليب. بصوا حبايبي، طبعا الرغوه باينه اهي من فوق الوش. بصوا اللون بتاعنا ظبط، البي اتش بتاعنا على 5. اما بنيجي نقيس ما بنقيسش في الرغوه. بصوا اللون رجع وده التقل بتاعه. خلاص مش عايزين نخففه، احنا بنعمل حاجه حلوه. نبتدي بقى نخش الاساسيات. نبتدي نخش في الدلع. ده معايا زيت خروه، عايزه تحطي زيت روزماري حطي، عايزه زيت جوجوبا حطي، جنين القمح حطي، يعني نوع الزيت اللي انت عايزاه حطيه. خلاص طول حوالي 20 جرام. ندي تقليبه كده حلوه. تقليبه تقليبه تقليبه. هنحط ايه تاني؟ هحط معلقتين ميه ورد، هتخلي الريحه حلوه. كمان هتدينا فاعليه حلوه جدا 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 لشعرنا. وبرضو نقلب. هحط ايه تاني؟ انا عايزه 50 جرام جريسلين، فانا هحط كده ان شاء الله بالويم يعني. بس كده. الجليسرين على فكره يا جماعه حلو جدا جدا للشعر، يعني مش للبشره بس، لا للشعر كمان حلو جدا جدا. زي ما اتفقنا اهم حاجه التقليب. بصوا ما فيش حاجه حطيتها الحمد لله وفصلته معايا ما شاء الله عليه حلو جدا. نحط ايه تاني؟ معايا من 2 جرام ل 3 جرام فيتامين اي. طبعا لو عندك فيتامين اي سايب هتحطي برضو من 2 ل 3 جرام. انا اللي عندي حاليا اللي هي الكبسولات دي فيتامين اي 1000. وبرضو هنبتدي نقلب. ناخد بس اللي جم هنا وهنبتدي نقلب. ريحته حلوة جدا، ريحة الكركديه حلوة جدا جدا جدا. طبعا مع الحاجات اللي احنا حاطينها فمديه ريحة خطيرة. بصوا في حاجة بقى اختياري، في اختياري بس هتدينا فاعلية حلوة. معلقة عسل ابيض، مش عايزة ازيد من معلقة. تخيلي بقى المكونات دي كلها لما هنحطها على شعرنا، شعرك هيبقى عامل ازاي. بصوا انا مش عايزة ازيد من كده، هي دي الكمية اللي انا عايزاها. وبرضو اهم حاجة زي ما اتفقنا التقليب. حتى هيجي يقول لي تكركديه هيبقع في الهدوم، ما تقلقيش، ولا هيبقع في الهدوم ولا هيبقع في اي حاجه. معاكي امان الامان على فكره. يعني بالطريقه ديت لو حابه تستخدميه هاند ووش هيبقى حلو جدا جدا برضو، ما فيش اي مشكله. بس احنا مدلعينه اكتر اكتر يعني لشعرنا. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. شايفين التقل عامل ازاي. ما تحاوليش تخففيه قوي، يعني هو كده معاكي حلو جدا. بالاخص لو تجاري وهتبيعي منه فخليه تقيل كده.
بدل ما يكون خفيف يعني تقيل، هتلاقي ان شاء الله بونه هيكون اكتر. هو بقى يخففه براحته، يعني يحط عليه شويه ميه ويخففه او يستخدمه زي ما يستخدمه. دي مش بتاعتنا. بصوا حبايبي، دي اختياري، بس انا حطاها بس عشان التصوير. دي حاجه كده بتتباع اسمها مصدف، بيبقى لونها ابيض كده، عشان بس تدينا التصنيفة بتاعة الشامبوهات بتاعة الشركات اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا احنا قايلين ان الشامبو ده شامبو تجاري، يعني شامبو شركات، يعني دي الوصفة الاصلي بتاعته. وبرضو لما انا هروح ان شاء الله اجيب ماء البلسم، هحط 20 جرام او 25 جرام فيه، هيدينا. بصوا بصوا، شايفين الرغاوي؟ شايفة الفقاقيع اللي بتطلع؟ بصوا، حلو جدا 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 جدا، خطير حلو. طبعا هيبان معاكي اكتر تاني يوم، مش هيبان معاكي النهارده. بصوا هو عامل ازاي، بصوا بقى التصديفه اللي فيه واللون اللي فيه حلو قوي قوي قوي. بصوا، حكايه جميل جدا جدا، ما تحاوليش تخفيه عن كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وصفاتها تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.